اتضح انه فوز البدايات هو مجرد خدعة. صديقي العزيز، اكتب لي شنو رأيك بمباريات اليوم، المنتخب العراقي يخسر والمنتخب المغربي يخسر، وشنو اسباب الخسارة؟ اكتب لي بالتعليقات رأيك، كلش مهم. السلام عليكم، وياكم ابن ايوب، ورجعت لكم بفيديو جديد. حبايب قلبي، لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات حتى نستمر وحتى يوصلك كل شيء جديد ان شاء الله. اولا صلي على النبي وخلينا ندخل بالتفاصيل. اللي حدث اليوم امر عجيب، يعني للاسف وصلنا لهيك مرحلة. منتخب العراق يخسر 3-1 امام الارجنتين، والمنتخب المغربي يخسر 2-1 امام اوكرانيا منقوصة عدديا. هذه سلبيات الثقة الزايدة. إذا أنت ما شايفها يا عزيزي المتابع، ارجع على مباراة المغرب وأوكرانيا راح تعرف شنو معنى الثقة الزايدة. المنتخب الأوكراني قبل كم يوم خسر من المنتخب العراقي بنتيجة 2-1 بعد ما كان المنتخب الأوكراني متقدم 1-0 ليعود المنتخب العراقي ويقلب النتيجة. لكن اليوم مواجهة اليوم أوكرانيا ضد المغرب، اللي حدث أمر عجيب غريب. المنتخب الأوكراني يتقدم على المنتخب المغربي في بدايات الشوط الأول باكتساح تام للمنتخب الأوكراني بالشوط الأول، يعني كانت سيطرة واضحة وشكلوا خطورة وكانوا ممكن ينهون الشوط الأول بأكثر من هدف. لكن انتهى الشوط الأول بتقدم الأوكران على المنتخب المغربي بهدف مقابل لا شيء. ومع انطلاق الشوط الثاني تحديدا الدقيقة 58 خطأ دفاعي آخر من المنتخب الأوكراني يتسبب به ركلة جزاء للمنتخب المغربي، وأيضا حالة طرد على المدافع الأوكراني. نفس الخطأ اللي وقع به المدافع الأوكراني أمام المنتخب العراقي يتكرر ويقع أمام المنتخب المغربي، لكن الفرق المنتخب الأوكراني أصبح منقوص عدديا ب10 لاعبين. وتحديدا الدقيقة 58 يتقدم اللاعب سفيان رحيمي ويسجل ركلة جزاء ممتازة لتصبح المباراة 1-1. مفتاح الفوز أصبح بيد المنتخب المغربي. لكن اللي حدث شنو؟ المنتخب الأوكراني أخطر. صحيح المنتخب المغربي في الشوط الثاني تطور وقدم أداء ممتاز، لكن لا يليق بالمنتخب المغربي، خصوصا أنه الخصم أوكرانيا ومنقوصين العدد يلعبون ب10 لاعبين فقط. ماذا دهاكم؟ يعني ما أعرف شلون أوصل لكم الفكرة. يا أخي أنت 11 لاعب مقابل 10 لاعبين. المنتخب المغربي أفضل من المنتخب الأوكراني، تصنيف ولاعبين وجودة ومدرب. شنو اللي صار؟ ليش بعد الطرد المنتخب الأوكراني يعني ما زال مسيطر؟ يعني ربما الاستحواذ للمنتخب المغربي، لكن تألق للدفاع وتألق من الحارس الأوكراني. وأيضا لا ننسى أنه المنتخب المغربي كاد أن يتلقى مزيد من الأهداف رغم الطرد. يعني ما جاي أفتهم شنو المشكلة. عندكم أفضل اللاعبين بالعالم، تخيل أفضل المواهب. أشرف حكيمي شو بعيد كل البعد في هذه البطولة. المباراة الأولى لم يكن بالشكل الجيد، والمباراة الثانية لم يكن بالشكل الجيد. دفاعيا للأسف أشرف حكيمي بعيد، دفاعيا بعيد جدا، لكن هجوميا الرجل يقدم المطلوب من عنده هجوميا. لكن في هذه المباراة هجوميا ودفاعيا لم يكن بالشكل المطلوب. شنو اللي صار بعدها؟ تهديدات مستمرة من الجانبين، الجانب المغربي والجانب الأوكراني، وكأن لم يكن هنالك شيء ولا يوجد طرد. ما أعرف شنو المشكلة. المفروض أنتم عندكم زيادة عددية، خلق كثير من الفرص. يجب أن يكون لوسط الميدان كلمته في هذه المباراة بعد حالة الطرد. الغريب بالأمر وين يا صديقي؟ تحديدا الدقيقة 98 جملة تكتيكية بسيطة ممتازة للمنتخب الأوكراني يخترق بها دفاع المغرب بسهولة تامة ومضحكة. يعني أفضل تعبير للي صار أنه مضحكة. يعني ما أريد أتطاول بالكلام أكثر من هيك، لأن مخزية والله. طريقة الاختراق مخزية. يسجلون الهدف الثاني بالدقيقة 98 ومطرود من عندهم لاعب أمام المنتخب المغربي. يعني والله أنا صوتي تعبان اليوم والله العظيم. يعني الواحد يحزن على مباراة العراق والأرجنتين، بعدها بلحظات تبدأ مباراة المنتخب المغربي مع المنتخب الأوكراني. الواحد يريد يكحل عينه، يفرح ليتفاجأ بخسارة قاسية للمنتخب المغربي من المنتخب الأوكراني. لكن يا صديقي اتضح أنه فوز البدايات هو مجرد خدعة. حقيقة المنتخب المغربي اللي فاز على الأرجنتين بكل شيء الصراحة،
بالنتيجة، بالأداء، بالمهارة، بالتكتيك أمام أوكرانيا المنقوصة عدديا منتخب مغربي آخر. جميع اللاعبين ليست بالحالة الجيدة، ما قدموا الأداء المطلوب من عندهم، لم يقدموا أداء دفاعي جيد، لم يقدموا أداء في وسط الميدان جيد يعني، ولا هجوميا. سفيان رحيمي النجم الممتاز ما هذه اللعبة ليس ممتاز صراحة، لكن الرجل سوى اللي عليه أفضل من الباقين، تحصل على ركلة جزاء وتسبب بطرد لاعب يعني، وسجل ركلة جزاء، يعني شي يسوي بعد. لكن باقي الفريق للأسف والمدرب لم يوفق في التبديلات ولم يوفق في الخطة. يا أخي أنت سجلت في بداية الشوط الثاني، المفروض تغير من وجهة اللعب، المفروض يصير الضغط ممتاز، لكن لازم يكون عندك وسط ميدان ممتاز ويفتك الكرة بسهولة. يعني لازم تحصر المنتخب الأوكراني في منطقته. احنا ما شفنا هذا الشيء الصراحة للأسف. بعد دقيقتين الحكم يصفر نهاية اللقاء وفوز أوكرانيا على المنتخب المغربي بنتيجة 2-1. تخيل سجلوا عليك هدف قبل ما تنتهي المباراة بدقيقتين. الصراحة شربت من نفس الكاس اللي شربوا من عند المنتخب الأرجنتيني. والصراحة الأوكرانيين حتى أحسهم ما مصدقين إنه فازوا صراحة. روح ارجع شوف الهدف الثاني، ماكو لاعب احتفل. ما أعرف شنو اللي صاير. تحس مباراة متفق عليها، ما احتفلوا اللاعبين. والحكم رجع للفار، طب ما رجع بس اتصل بالفار وأكد الهدف. ما شفنا احتفال اللاعبين الأوكران، ما أعرف أحسهم ما مصدقين إنه فايزين على المنتخب المغربي. والله أمر عجيب الصراحة، أنا حزنت جدا يعني، ما أعرف شلون أعبر. لكن هذا اللي حدث والحمد لله والشكر. انتهت المباراة بفوز المنتخب الأوكراني على المنتخب المغربي بنتيجة 2-1. ننتقل للمباراة المأساوية الآخرة، مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب العراقي. المنتخب العراقي يخسر من المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-1. يعني فعلا هذه أقوى مجموعة في البطولة مثل ما الكثير اتكلم على هذا الموضوع. المنتخب الأرجنتيني يخسر من المغرب، المنتخب العراقي يفوز على أوكرانيا، أوكرانيا تنتصر على المغرب، الأرجنتين تنتصر على العراق. شنو شكو؟ ليش شنو السالفة؟ ما أعرف. يعني فعلا لكل مباراة ظروفها، لكن الأداء يا جماعة الأداء اخسر، مو مشكلة اخسر، ماكو فريق بالعالم ما يخسر، أفضل منتخبات وأندية العالم تخسر، لكن لا تخسر نتيجة وأداء صعبة. المنتخب العراقي أمام الأرجنتين خسر نتيجة وأداء بشكل فظيع يا جماعة. الشوط الأول المنتخب العراقي استطاع أن يحافظ على النتيجة لمدة 14 دقيقة فقط، ليسجل المنتخب الأرجنتيني بأخطاء دفاعية. يعني كرة عرضية ارتطمت برجل المدافع وصلت إلى الفاريز هيئها المهاجم سدد وسجل هدف. وين الدفاع؟ ليش كل هاي الأمور حدثت؟ الدفاع وين؟ شنو مشغول؟ لكن هنالك صحوة جديدة للمنتخب العراقي، دائما بعد ما يتلقى هدف يعمل صحوة، وأحلى صحوة وأفضل سيناريو بآخر ثواني الشوط الأول أيمن حسين يسجل هدف ممتاز برأسية جعلت الحارس في مقتل، يعني مستحيل يتصدى إلها، صعبة جدا. عرضية من المدافع الظهير الأيسر أحمد مكنزي لتجد رأس المتميز أيمن حسين يسجل هدف الأول للمنتخب العراقي، وتصبح النتيجة 1-1. ممتاز جدا. انتهى الشوط الأول وكأن لم يحدث شيء، 1-1، يعني باعتبار أنت راح تدخل المباراة من جديد. يعني اللعب الآن عند المدربين، المدرب المفروض يعمل تكتيك. طبعا المنتخب العراقي داخل هاي المباراة المفروض مرتاح، عنده فوز وعنده 3 نقاط. المنتخب الأرجنتيني يدخل المباراة متوتر، عنده خسارة، يعني إذا تلقى خسارة ثانية يودع البطولة، وكان واضح التوتر على المدرب وعلى بعض اللاعبين. لكن الذي أزال التوتر على الأرجنتينيين هم لاعبين المنتخب العراقي والخطة اللي دخلوا بيها. الصراحة بكل وضوح خلص الشوط الأول على خير والحمد لله وشكر، تعادل بآخر اللحظات. دخلنا الشوط الثاني، المفروض من السيد المحترم الموقر المبجل السيد راضي شنيشل مدرب المنتخب العراقي كان المفروض أن يسيطر على وسط الميدان. يجب أن تكون الخطة قائمة على قوة وسط الميدان،
أنت متعادل والنتيجة في صالحك بنسبة كبيرة، أنت متأهل والأرجنتين تودع البطولة. يعني بعد التعادل تكون عندها خسارة وتعادل، راح يزيد التوتر عليهم، ويعني راح تصعب عليهم البطولة وراح يصعب عليهم التأهل. لكن شنو اللي صار؟ المنتخب العراقي يلعب منقوص 3 لاعبين. راح أقول لك ماكو حالة طرد، شنو يلعب منقوص 3 لاعبين؟ ماكو وسط يا صديقي، وسط منعدم تماما، يعني ماكو أي فكر للوسط. تخيل الوسط منو متكون؟ كرار محمد، إبراهيم بايش، نهاد محمد. والله صعب علي، أنا صوتي كلش تعب اليوم يعني من الصراخ، يعني صدق صوتي راح، تأذيت يعني. ليش أتابع هيك مباراة تجيب للواحد الضغط والله العظيم. كرار محمد يا صديقي العزيز، والله المفروض تتوظف بصورة صحيحة، عندك لمسة ولو بسيطة تتطور، والله تتطور. لكن اللي قدمته اليوم ما يليق انه تلبس فانيلة المنتخب العراقي صراحة. ما ألومك، توظيف المدرب يعني ربما يكون خطأ، أنا أكيد متفق ويا نفسي أنه خطأ، لكن بالنسبة للجماهير كل واحد يحلل من وجهة نظره. إبراهيم بايش وجوده، يعني وجوده أصلا خطأ بالمباراة. صدقني يا عزيزي، راح أنطيك مقارنة بسيطة. شوف مباريات وأداء إبراهيم بايش تحت قيادة كاساس، وشوف مباراة إبراهيم بايش تحت قيادة راضش نيشل. ليس تقليل من راضش نيشل وليس تمجيد بكاساس، لكن فرق التوظيف مع كاساس ممتاز لإبراهيم بايش. يعني شفنا نسخة ممتازة جدا لإبراهيم بايش مع كاساس، عكس نسخة راضش نيشل. أنا أولا معترض تماما بنسبة 1,000,000% تواجد إبراهيم بايش وسعد ناطق في الأولمبي صراحة. يا سيد راضش نيشل، رغم أنه فات الأوان على هذا الكلام، أنت عندك لاعبين في الدفاع يلعبون في المنتخب، حسين علي، زيد تحسين، عندهم خبرات. ماكو داعي تستدعي سعد ناطق كثير الإصابات، لاعب ممتاز مدافع مخضرم لكن كثير الإصابات، ولازم تعطي فرصة تكتشف مدافعين. وللأمانة يعني عندنا مدافعين يبشرون بالخير بالأولمبي. إبراهيم بايش ماكو داعي تستدعي إبراهيم بايش، عندك أسماء هواي، عندك يوسف الأمين، عندك علي جاسم، عندك أيمن حسين، كلهم هذول لاعبين منتخب يعني خبراتهم عالية. كان المفروض يتقوى وسط الميدان المنعدم. تخيل وسط ميدان قائم على كرار محمد، نهاد، على إبراهيم بايش، يعني من منتظر محمد، للأسف منتظر محمد، يعني أسماء والله ما تليق تمثل المنتخب العراقي. إن شاء الله يتطورون ويمثلون المنتخب العراقي بأفضل صورة، لكن بهذا الوضع وبهذا الأداء والله ما يستحقون تمثيل المنتخب العراقي. للأسف صعبنا المباراة على نفسنا، كان المفروض نغلق المباراة من خلال وسط الميدان في الشوط الثاني، لكن اللي حدث وسط الميدان شوارع لاعبين المنتخب الأرجنتيني من الدفاع مباشرة للهجوم، ماكو حتى مضايقة في وسط الميدان. صدقني يا عزيزي، ذكرنا خطأ الهدف الأول، نجي هدف ثاني للمنتخب الأرجنتيني. شلون صار هذا الهدف؟ تمريرة من وسط الميدان اللي ما عليهم رقابة أبدا إلى الجناح أو الظهير الأرجنتيني، المهم على الجهة اليسار، يعني ماخذ راحته. إبراهيم بايش هلك تعب، ما بيحيل يركض، لأن استنفذ كل طاقته في الركض خلف الكرة بدون فائدة، ماكو توظيف، ماكو تمركز صحيح، فاللاعب طبيعي يتعب. الجناح أو الظهير انطلاقه جعل إبراهيم بايش في ظهره يعرض عرضية قريبة من ال6 ياردات للحارس. يعني كان المفروض الحارس حسين حسن يطلع من منطقته ولو هي بمنطقته بال6 ياردات، يخرج ويمسك الكرة، لكن اللي حدث الحارس تردد أو ارتبك ما خرج. شنو المفروض يسوي بهذا الحال؟ يغطي على الكرة بشكل ممتاز ويغلق الزاوية، ما يظل محتار بالمهاجم. انت المفروض تحتار بالكرة، غطي مساحتك والمساحة ضيقة. المهاجم البديل الأرجنتيني بعد نزوله بدقائق يسجل الهدف الثاني برأسية غشيمة، يعني كان المفروض أفضل مما كان بالهدف الثاني. الهدف الثاني للأسف القشة التي قسمت ظهر البعير، رغم أنه كان المفروض نقدر نعدل، هي مجرد 2-1، لكن اللاعبين دخلوا بيأس غريب عجيب. راح نعطيك شرح بسيط عن خطة راضش نيشل قبل ما نوصل للهدف الثالث. الخطة
الكرة عند الحارس حسين حسن، مررها لأحد المدافعين قلوب الدفاع، يمررها للظهير الأيمن أو الأيسر. الظهير الأيسر ربما يمررها إلى كرار محمد، الارتكاز في المنتخب العراقي، ثم يعيدوها إلى حسين حسن، ثم إلى المدافع. انضغط المنتخب العراقي، تقدم المنتخب الأرجنتيني، كرة طولية ما وصلت، رجعت للمنتخب الأرجنتيني، ضغطوا علينا هجمة خطيرة. كان من الممكن أن نخرج بفضيحة حرفيا، يعني كمية الكرات اللي أهدرها المنتخب الأرجنتيني، يعني الواحد يقول الحمد لله خلصت 3-1. هذه هي الخطة الصراحة، هذا اللي شفته واللي شافه أغلب المتابعين. الحمد لله والشكر، بس شو نسوي؟ الهدف الثالث يا أخي اختراقات والله مضحكة، أحسها كرة شارع كلها تركض ورا الكرة، ها خلانا نقطعها. هوسة ماكو تنظيم. الارتكاز، صانع الألعاب، المهاجم، المدافع، الظهير، جميعهم في منطقة الجزاء يحاولون قطع الكرة من اللاعب. يا أخي كل واحد يتمركز بصورة صحيحة، ليش هيك تقدمون هيك أداء؟ ولاعبين المنتخب الأرجنتيني يعني شلون يقولوها المصريين، على رواء، يعني مرتاحين ومستانسين ولا كأنه مضغوطين، لأن يعرفون المقابلهم يلعب بعشوائية. مررها باص اخترق فيها الدفاع وابتعد عن الظهير أحمد مكنزي، يمررها باص في منطقة الجزاء، ماكو مضايقات، من منطقة الجزاء إلى لاعب آخر في منطقة الجزاء، إلى لاعب آخر خارج منطقة الجزاء ليسجل كرة بال90. يعني الخطأ الأول من أحمد مكنزي، ما عرف شلون يغطي على اللاعب. الخطأ الثاني من قلوب الدفاع ولاعبين الوسط. الخطأ الثالث من كرار محمد اللي ما قدر يغطي منطقته اللي المفروض يغطيها، اللي هي مقابل منطقة الجزاء. هذا مركز كرار محمد. سجلوا هدف ثالث جميل جدا بال90. يعني تخيل يوم حزين ويوم مرير مريت بيه، اجيت شغلت الكاميرا وحبيت اسولف وياكم وافضفض، اتفاجئ انه المايك مخلص شحن ومسجل 3/4 الفيديو بدون صوت. الحمد لله. يعني بالاخير راح تكون المباراة الاخيرة هي المباراة الحاسمة. فعلا اصعب مجموعة. تخيل المنتخب العراقي راح يواجه المغربي، والارجنتيني يواجه الاوكراني، وجميع المباريات اي فريق ينتصر يتأهل رسميا. يعني العراق اذا انتصر على المغرب يتأهل، المغرب اذا انتصرت على العراق تتأهل، الارجنتين على اوكرانيا كذلك، اوكرانيا على الارجنتين كذلك. فللاسف دخلنا بحسابات احنا في غنى عنها، كان المفروض تكون المغرب والارجنتين والباقيين اوت، لكن احنا دخلنا نفسنا بحسابات ومعمعة للاسف. وراح اعطيك حسابات شوية معقدة. فعلا اصعب مجموعة، كل واحد 3 نقاط، العراق، المغرب، الارجنتين، اوكرانيا، كل واحد من عندهم يمتلك 3 نقاط. زين اذا المباراة الاخيرة العراق تعادل امام المغرب، اوكرانيا تعادلت امام الارجنتين، يا صديقي المواجهات المباشرة ما راح تكون إلها تأثير في هذه المجموعة. راح نعطيك السبب. المغرب انتصرت على الارجنتين، معناها المغرب بالمواجهات المباشرة لازم تكون اعلى من الارجنتين. الارجنتين انتصرت على العراق، معناها الارجنتين لازم تكون فوق العراق. العراق انتصر على اوكرانيا، المفروض العراق فوق اوكرانيا. اوكرانيا انتصرت على المغرب، المفروض اوكرانيا فوق المغرب. يعني معقدة شوية، لكن اذا تكتبها بورقة وقلم راح تعرف انا شنو جاي اقصد. فيعني المواجهات المباشرة في حال تعادل في المباراتين مستحيلة، راح تكون فارق الاهداف واللعب النظيف هي اللي راح تحسم التأهل. ان شاء الله تأهل عراقي مغربي، رغم انه مستحيل. راح تقول لي ليش مستحيل؟ لان العراق خسر امام الارجنتين بنتيجة 3-1. ففي حال تعادل الارجنتين واوكرانيا راح تتأهل الارجنتين على حساب المنتخب العراقي، وراح يتأهل اما اوكرانيا او المغرب. يعني والله معمعة ما لها داعي للأسف. دخلنا بحسابات معقدة. بالأخير إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب المغربي والمنتخب العراقي. سويتوا اللي عليكم الحمد لله والشكر. الخطط ما سعفتكم، أكو تسهيل بالموضوع، يعني تساهلتوا بشكل كبير للأسف. الحمد لله والشكر. وبس حبايب قلب، اللي هنا وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات حتى نستمر وحتى يوصل لك كل شيء جديد إن شاء الله.